اهلا بيكم في الحلقه الخامسه من كورس سكرات جونيور. النهارده هنتعلم ايه هي الريبيت بلوكس، وكمان هنتعلم اكتر عن الساوند بلوكس وازاي نقدر نستخدمها في البرنامج بتاعنا، عشان النهارده هنعمل مسرحيه غنائيه. ومش بس كده، هنتعلم كمان ازاي نستخدم الكاميرا بتاعتنا، وهي دي البلوكس ان شاء الله اللي احنا هنركز عليها النهارده. ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. اهلا بكل اصحاب المبرمجين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده عايزين نتكلم عن الريبيت. طب ما احنا اتكلمنا عن الريبيت قبل كده، انا متاكده ان انتوا شاطرين وهتفتكروا احنا اتكلمنا عن الريبيت قبل كده، اللي هو استخدمناه في امتى؟ استخدمناه لما استخدمنا الفور ايفر بلوك. فاكرينها اللي قلنا على طول ان هي بتفضل تلف، لما عاوز الحاجه تفضل تعمل على طول ما توقفش بستخدم لها فور ايفر بلوك، يعني تفضل تعيد تعيد تعيد. هو ده معنى كلمه ريبيت. طيب لو انا عايزه الحاجه تتعاد عندي عدد مرات معينه بس، يعني مثلا احنا لما بنحط حاجه في الميكروويف، مثلا لما ماما وبابا يحطوا حاجه في الميكروويف بتقعد مثلا لو تاخدوا بالكم مثلا 10 ثواني او 20 ثانيه وخلاص، بعد كده بيقف. يبقى هل هو الميكروويف يفضل شغال على طول ولا بيتعاد بس حبه وقت معينين؟ تعاد حبه وقت معينين، صح؟ يبقى هو 20 ثانيه وخلاص بيقف، بيفضل يعمل نفس الحركه في ال 20 ثانيه ان هو عمال يلف من جوه. نفس الحكايه في الريبيت اللي احنا عايزين نستخدمها النهارده. الريبيت بلوك بتاعتنا ديت بنقول ان بنديها رقم ونقول له مثلا عايزاك تعيد الحركه دي 5 مرات، 6 مرات، 10 مرات، ان شاء الله حتى 100 تايمز، 100 مره، وبعد كده تقف. وهو دوت الريبيت بلوك اللي احنا هنستخدمه النهارده، وهنشوف ازاي نقدر نستخدمه في الكود بتاعنا. ويلا بينا نبدا المشروع بتاعنا. قبل اي حاجه احنا اتعودنا ان احنا في الاول نشوف فكره المشروع اللي هنعملها ايه، عشان نبقى عارفين ايه الالجوريزم اللي احنا هنمشي عليه. ولو مش فاكرين ايه هو كلمه الجوريزم، ممكن تتفرجوا على الحلقه بتاعتنا، وممكن انا اقول لكم كده بسرعه. الجوريزم هي الخطوات المفروض ان احنا نمشي عليها علشان نوصل للاوتبوت اللي احنا عايزينه، يعني نوصل للبروجكت بتاعنا يكون شكله زي ما احنا عايزين. فنشوف ايه اول خطوه هنعملها، تاني خطوه، تالت خطوه، وهكذا لحد ما نوصل للاوتبوت بتاعنا اللي احنا في الاخر عايزين يكون موجود. لو جينا بصينا على البروجكت بتاعنا النهارده هنلاقي ان احنا عندنا ناس واقفين على مسرح، والناس دولت بيرقصوا او بيعملوا حركات معينه، وبعدين في حد بيقول ذاتس فن، وبعدين بيبتدي الموضوع يتعاد كذا مره تاني. طيب يلا بقى نبدا نشوف هنعمل ازاي المشروع ده مع بعض. اول حاجه هنفتح بروجكت جديد. انتوا كلكم بقيتوا شاطرين وعارفين بنفتح بروجكت جديد منين، لما ندوس البلس ساين، وبعدين هنختار الكاركترز بتاعتنا اللي احنا عايزينهم يكونوا موجودين. كل واحد يختار اللي هو عايزه. والباك جراوند انا اخترت ايه اخترت المسرح، فاخترت البنوته ديت، وبعدين هرجع اختار البنوته الثانيه، فاختار البنت والولد دول، وبعدين هختار الباك جراوند اللي هو المسرح. اوكي، لما كنا رحنا للشخصيات عشان عايزه اختار شخصيه ثالثه، هاجي اختار الشخصيه ديت، هتلاقوا ان هنا هو الشخصيه ما عندهاش وش، الوش بتاعها مش موجود، الفيس بتاعها مش موجود، مسحينه. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح ادوس عليها، وبعدين هفتح الكاركتر اللي عندي، واقوم دايسه على، بعد اما اختار كاركتر عندي هدوس على البينت براش، ولما هدوس على البينت براش هيتفتح لي الكاركتر بتاعي ما عندهاش وش. هقوم دايسه ببساطه كده على الوش بتاعها، واقوم دايسه على علامه الكاميرا. لما ادوس على علامه الكاميرا هو لوحده هيفتح لي ان انا ممكن اتصور، وممكن اقوم حاطه وشي كده مكان البنت ومصوره، يبقى انا اللي هبقى المره دي برقص معاهم بشكل وشي، لكن بقيه الجسم طبعا من عند اللايبرري اللي موجوده بتاعتي. طبعا في اشكال كتير للبنات والولاد باشكال مختلفين، تقدروا تختاروا اللي يعجبكم واللي يريحكم. انا اخترت الشكل دوت. يبقى تاني ببساطه كده بكل اللي بعمله ان انا بدخل على البينت براش، ومجرد ان انا ادوس على مكان الكاميرا، مجرد ان انا ادوس على الكاميرا بيفتح لي، وابتدي احط وشي في الكاميرا، ويبتدي ان هو وادوس كليك. ظبطوا وشكم على اساس زي ما انت شكلكم عايز يطلع في الكاميرا بتاعتكم، دوسوا على الكاميرا او سيبوها، هيتعمل على طول الكابتشر صوره، هياخد الصوره وهتبقى موجوده زي ما انتم شايفين كده. وديت هتكون الشخصيه الثالثه اللي عندي اللي انا حطاها معايا، هترقص معايا وهتعمل حركات الموشن معايا. اوكي، بقى عندي خلاص الثلاث شخصيات كده. وقفت 2 في اللايت، هم عاملين لايت يعني موجود اوريدي في الباك جراوند، هوقف فيه 2، وكمان هوقف الشخصيه الثالثه.
هاجي بقى للبنوته الزرقاء ديت عشان ابتدي احط لها الكود. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب الجرين فلاج من البلوكس اللي هي اليالو، وبعدين هنروح على البلوكس الاورنج، هنلاقي مكتوب هنا بلوك هنا هو الاخير ده اللي هو البلوك ريبيت اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، ان انا ممكن اعيد الحاجه عدد مرات معينه. فانا هقول لها ان انا عايزاكي تمشي يمين وتمشي شمال مده 5 تايمز، كم مره تعمليهم 5 تايمز، وبعد كده ممكن تعمل موشن تانية. وانا احط لها الاول تمشي يمين، تمشي شمال، تمشي فوق، تمشي تحت. يبقى انا لما هجيب الريبيت بلوك الاورنج هقول لها انا عايزاكي تعملي ايه 5 تايمز، هحط جواه موشن بلوكس، عايزاها تعمل شويه موشنز مختلفه يمين شمال فوق تحت، وهي كده عايزاها تعيدها ايه 5 تايمز بس، عايزاها تعيدها 5 تايمز بس. يبقى انا هحط لها الرقم بتاع 5 تايمز اللي انا عايزاها تعيدهم. هاجي برده عند الولد واحط له برده استخدم الريبيت بلوك من الاورنج بلوكس بنجيبها، وهكتب جواها الرقم. مجرد بقف تعمل تاب جوه بيظهر لي النمبرز، واقدر اختار النمبر اللي انا عايزاه. ريبيت 4 تايمز واحط له الموشن. بس هنا بقى الولد علشان نعمل الحركه بتاعته، يعني هديله موشن وبعدين خليته يويت وبعدين يعمل موشن تانية عكسها، يعني يمشي كده وبعدين يقف وبعدين يرقص تاني وهكذا، عشان يعني اديها يبقى في افكت مختلف شويه عن البنوته التانية، او يبقى ابطا شويه من البنت اللي بتعمل دانسينج. طبعا في حته الريبيت هاو ماني تايمز والموشن عايزينها تبقى ازاي، كل واحد يبدا ويعمل اللي هو عايزه، وانا متاكده ان انتوا شاطرين ومبدعين وهتعملوا حاجات احلى بكتير من اللي انا عاملاها. بعد ما عملنا كده هنروح بقى للسبرايت الثالثه او الكاركتر الثالثه اللي عندي اللي انا خدت فيها الصوره بتاعتي. اوكي، وهقول له هنا هوت ان انا عايزاك تعمل ايه. انا برده لازم اجيب لها جرين فلاج، وبعد ما اجيب الجرين فلاج رحت برده جبت لها ريبيت بلوك. انا قلت لها عايزاكي تعيدي بقى الحركات بتاعتك 6 تايمز، وهتمشيها فوق تحت يمين شمال، كل واحد يحط الموشن اللي هو عايزها. طيب احنا دلوقتي عملت كل الموشن لكل الكاركترز بتاعتي، وفي الاخر عايزه اقول لها هتقول ذات از فن، والبنت الثانيه خليتها تقول ليتس دانس في البدايه. كل واحد طبعا يقدر يعمل اللي هو عايزه، بي كرييتيف از ماتش از يو كان، يعني خليكم مبدعين على قد ما تقدروا. اوكي اتفقنا؟ يلا. وبعدين بقى دلوقتي، طب احنا دلوقتي عايزين نحط ايه بقى؟ مين شاطر هيقول لي احنا كده ناقصنا ايه؟ ناقصنا الساوند. برافو عليكم. هنروح نبص ان هو على الجرين بلوك اللي مرسوم عليه السماعه ده، وهندوس عليه. الجرين بلوك ده لما نفتحه في حاجتين، في ان هو صوت جاهز اللي موجود عنده ان هو صوت بيعمل بوب بس كده، بوب بوب، ما بيعملش حاجه تانية. طب لو انا عايزه اصوات تانية هعمل ايه؟ بدوس على المايك دوت. المايك لما بيتفتح لي الشاشه اللي احنا شايفينها دي بقدر اعمل ريكورد. ممكن اريكورد انا نفسي وانا بغني، لو انتوا شاطرين بتعرفوا تغني ممكن تغنوا اغنيه تبقى هي الباك جراوند بتاعه المسرحيه بتاعتكم وتوروها بقى لماما وبابا وكل الناس. وممكن ان احنا كمان نشغل اي اغنيه من على التابلت اللي معانا او من على الموبايل وندوس ريكورد، فهو هيسمع الاغنيه هعمل لها ريكورد، وبعدين اخد البلوك احطه في الكود بتاعي. يلا نجرب مع بعض. فانا عملت ريكورد اهو زي ما انتم شايفين للاغنيه. وبعد ما عملت ريكورد للاغنيه كنت شغلتها من موبايلي ودوست ريكورد من على الموبايل بتاعي، سمعها وهو عمل ريكورد، وبعدين خلاص وقفت قلت كفايه خلاص الحته اللي انا عملت لها ريكورد ديت. طب انا عايزه الميوزك دي تبقى على طول شغاله وقت الايه، من اول الجيم ما يشتغل او من اول البروجكت بتاعي لحد اخره. يبقى في الحاله ديت انا محتاجه ان انا اعمل ايه؟ اعمل دبل جرين فلاج. قلنا اللي عايزين حاجتين يحصلوا لما ادوس الجرين فلاج في نفس ذات الوقت، يبقى هعمل دبل جرين فلاج وادوس الاغنيه. ما اقدرش احطها مع نفس الجرين فلاج لان هو كده هيشغل الاغنيه وبعدين هيبتدي يريبيت الموشن، صح؟ لكن انا عايزاه يفضل يشغل الاغنيه فور ايفر. يبقى انا دلوقتي عايزه كل ده يحصل فور ايفر، فهروح لكلهم احط فور ايفر بلوكس، وهحط كمان البلوك بتاع الجرين فلاج مع اي سبرايت فيهم، ونحط البلوك بتاع الاغنيه اللي احنا سجلناها ونقول له ده هيتعملوا ايه فور ايفر، وتحط فور ايفر بلوكس ليهم كلهم. وبكده يبقى احنا عملنا مسرحيه غنائيه الاولاد والبنات بيرقصوا مع بعض، وعرفنا ازاي نستخدم الكاميرا عشان نصور نفسنا او نصور اي حاجه عايزينها. استخدمنا الريبيت بلوكس، استخدمنا الساوند بلوكس، عرفنا ازاي نستخدم الكاميرا، وعملنا مشروع جديد. مستنيه تطبيقاتكم لان انا متاكده ان انتوا تقدروا تعملوا حاجات احلى مني بكتير، ومستنيه اشوف ابداعاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه بتاعتنا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه بتاعتنا، تتبعوا لنا تطبيقاتكم وتابعونا على السوشيال ميديا. هابي كودينج.